نعود إليها من جديد في سياق التقرير التالي. في تجربة جديدة له حقق المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك حلم شعب بأكمله حين وضع المنتخب السعودي في المونديال ل5 مرة في تاريخه، بعد أن نجح في تكوين مجموعة قوية قاومت كل الصعوبات في مسار التصفيات، وانتظر الجميع مباراة الحسم أمام اليابان، فكان هدف فهد المولد هدف الخلاص ومفتاح التأهل الذي صنع أفراح السعوديين ببلوغ مونديال روسيا. سنوات طويلة مرت على آخر حضور للمنتخب المصري في كأس العالم حين عانق الفراعنة مونديال 90 900 و1000 بإيطاليا. مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر تجدد الحلم مع المونديال بوجود لاعبين مميزين يتقدمهم نجم ليفربول محمد صلاح ومدافع أرسنال محمد النني. ورغم صعوبة مسار التصفيات إلا أن النتيجة النهائية كانت مسك الختام، تأهل أعاد البسمة لملايين الجماهير المصرية التي عاشت فرحة كبيرة غابت لفترة طويلة. منتخب المصري كان سلاحه روح المجموعة ليحقق التأهل والطموح في المستقبل إعادة المنتخب المصري إلى طريق النجاحات من جديد. قصة تأهل أخرى صنعها المنتخب التونسي بعد غياب عن المونديال منذ نسخة 2006. قصة منتخب طموح بلاعبين ينشط أغلبهم في الدوري المحلي، منتخب آمن بقدرات لاعبيه في صنع حلم بلوغ المونديال فكان لهم ذلك، وكان للجمهور التونسي فرحة معانقة الكبار مجددا بعد مسار من العمل الجاد اشترك في صنعه الجميع بقيادة المدرب نبيل معلول. غير بعيد عن تونس نجح زملاء القائد المهدي بن عطية في كسر عقدة استمرت ل20 عاما، تأهل قاده أيضا الثعلب الفرنسي إيرفي رونار بيد من حديد. كل الظروف كانت مواتية لتحقيق حلم ظل حبيس الإخفاقات ولسنوات. عروض الأسود القوية في مباريات الأخيرة أمام الغابون في مدينة الدار البيضاء ومباراة الحسم أمام الكوت ديفوار في أبيجان كلها أمور وضعت الأسود في مونديال روسيا عن جدارة واستحقاق، لتعم بذلك فرحة عارمة في المغرب، فالحدث كبير والحلم تحقق.